السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هنشرح فيديو بسيط عن لو انا تيتشر وحابة اشتغل اونلاين اعمل ايه، وانزل الكتب ازاي، واستخدم ايه، استخدم جهاز ايه، موبايل ولا تاب ولا لاب احسن، ايا كان. فيلا خلونا نبدأ الفيديو على طول وما نطولش. اول حاجة، لو انت تيتشر اونلاين فانت اول حاجة محتاجها الكتب. لازم تكون معاك الكتب او السورس اللي انت بتشرح منه. طب الكتب دي انزلها منين؟ انت مثلا شغال من كتاب المعاصر، فانت هتروح تكتب على جوجل المعاصر ماس الجريد اللي انت بتدرسه، المعاصر ماس اولى ابتدائي مثلا ترم اول، ونكتب في الاخر ذاكرولي. فبيفتح لك انت بقى موقع ذاكرولي بيبقى عليه كل الكتب موجودة على التليجرام. فانت اول حاجة مضطر تنزل التليجرام، او لازم يكون عندك تليجرام مثلا عشان تنزل عليه الكتب. تمام. تاني حاجة، انت محتاج تحدد الابليكيشن اللي انت تستخدمه. انت عايز تستخدم ايه، جوجل ميت ولا عايز تستخدم زوم ولا عايز تستخدم ايه؟ فاسهل حاجة واسهل ابليكيشن هو الزوم. برنامج الزوم سهل جدا في التعامل، بسيط. يمكن مشكلة معظم المدرسين ان هو بيفصل بعد 45 دقيقة، فمش بيضطروا او مش بيبقوا عايزين يستنوا 10 دقايق. فاحنا دلوقتي في الفيديو ده هنقول ازاي زوم ما يفصلش بعد او حتى لو فصل بعد 40 دقيقة ندخل تاني على نفس اللينك وما نضطرش نستنى 10 دقايق. تمام. طب الزوم بنشتغل عليه من الموبايل ولا التابلت ولا اللاب ولا اشتري؟ طب انا تيتشر شغال اونلاين، ايه الاحسن بالنسبه لي؟ والله لو انت في الاول عادي جدا تشتغل بالموبايل. انا حد كان شغال بالموبايل لمده سنتين، فعادي جدا. انا دلوقتي شغاله من تابلت. المريح اكتر بالنسبه لك تابلت ولا لابتوب ولا موبايل؟ انت قادر تشتغل من اللابتوب اشتغل، من الموبايل اشتغل، من التابلت مش اشتغل. انا مثلا بالنسبة لي شغلي محتاج كتابة كتير، محتاج مثلا ان انا بتحرك كتير، فانا التابلت بالنسبة لي اسهل. انت حد بيحب شاشة كبيرة زيادة عن اللزوم، فبالنسبة لك هيبقى اللابتوب احلى. فايا كان الجهاز اللي انت هتشتغل منه او هتشتغل على زوم، فالزوم هينفع في كل الحالات، وشرحه برضو شامل كل الاجهزة سواء موبايل او تابلت او لاب، نفس الفكرة. انا دلوقتي قدامي تو اوبشن، يا اما اشتغل من نيو ميتنج او ادخل من نيو ميتنج او ادخل من السكادجول. فانا عشان اثبت اللينك او اللينك يبقى موجود وادخل عليه كمان مرة من غير ما يفصل، او بعد ما يفصل ادخل عليه تاني من غير ما انتظر 10 دقايق، فانا هدخل من السكادجول اهو. انا بحدد اي ساعة، يعني مش شرط. انا مثلا الساعة دلوقتي 6 و 43، فانا دلوقتي هكتب هنا مثلا 6 و 45 عادي جدا، وممكن حتى تلاقوها اتظبطت من غير اي حاجة. انا مثلا عملت اهو done، بدأت من السكاديول. انا بس مش بيعمل معايا عشان لسه داخله، فانا هدخل كده من الستارت، وبعد ما ضغطت على ستارت هدخل على كلمة باك. شوفوا نيو ميتنج او باك، فعلى طول دخلني. اول ما ضغطت على باك هيدخلني الميتنج جديد اهو. لحظة بس بيفتح. خلاص كده دخلت. انا هنا دخلت نيو ميتنج، فانا اول حاجة بعملها ان انا ببعت للطالب اللينك. انا بضغط من فوق كده، باخد اللينك كوبي ميتنج لينك، بضغط عليه بس هو بيتعمل له كوبي لوحده. بروح بقى اديه للطالب سواء على الواتس سواء على التليجرام، ايا كان وسيله التواصل انا ببعتهوله. دلوقتي بقى انا عندي اوبشنز كتير تحت. المايك مفتوح كده، انا كده بتكلم وهو يبقى سامعني. هو برضو لو بيتكلم وانت مش سامعه، انت هنا كده في البارتيسيبنت كده ممكن تبقى تفتح كده وتشوف هو قصادك بقى المايك بتاعه شغال بالشكل ده ولا مقفول. لو مقفول بتقوله افتحه، لكن لو مفتوح خلاص انت بتبقى سامعه وهو سامعك. تمام. تاني حاجة، انا بقى عايزة اعمل شير سكرين للكتاب اللي معايا اهو. بعمل شير سكرين. انا عايزة اعمل الكتاب، يبقى اختار دوكيومنت وهختار الكتاب اللي انا بشرح عليه. انا مثلا هختار وليكن الكتاب ده مثلا. يعني انا عندي بس مشكلة تقريبا في البي دي افات، فنشوف تاني. بسم الله. بالشكل ده انا عملت شير سكرين للكتاب. دلوقتي انا عايزه اقلب صفحه صفحه بالشكل ده، هقلب كده، هقلب بصابعي عادي جدا. طب انا عايزه اروح لصفحه رقم 50 هنا من تحت كده، اتحرك بيقلب صفح كتير، اروح مثلا بيج نمبر 50 اهي بالشكل ده. جبتها اهو. هنا 54 ممكن اقلب كده لغايه لما اوصل لل 50 اللي انا عايزاها.
بس بالشكل ده. طب انا عايزة اكتب على الشاشة اهو، عايزة اكتب على الشاشة، بختار القلم، اول حاجة القلم من هنا، واختار القلم كده، اغير بقى اللون براحتي بالشكل ده. امسح الكتابة كده، لو انا مثلا كتبت كده وعايزة ارجع خطوة اعمل كده بالشكل ده. انا مثلا عايزة اشاور على حاجة من غير ما اكتب، استخدم ده. فانا بغير الاختيارات بتاعتي من الجنب. القلم مثلا الويتس بتاعه بيتغير، عايزاه يكون سميك شوية، عايزاه يكون رفيع شوية، عادي براحتي بالشكل ده. طيب انا دلوقتي خلاص عملت شير للديكومنت، وعملت الكتاب خلاص عرفت اشيره. طب لو انا عايزه اشير بيكتشر مثلا، اشير صوره، برضو اختار صوره. طب لو انا عايزه اشرح على سبوره بيضاء، اعمل وايت بورد. طب لو انا عايزه حاجه سهله غير السبوره البيضاء، لان السبوره البيضاء ما كانتش مريحه بالنسبه لي قوي، فممكن نستخدم صوره سوداء او صوره بيضاء خالص بلانك يعني، ونحطها ونشرح عليها كانها وايت بورد عادي جدا. ممكن بقى اعمل شير سكرين بالشكل ده. لحظة، الريكورد هيفصل لو انا عملت شير سكرين. فممكن نعمل شير سكرين ونشير شاشة، ونوري له بقى مثلا يوتيوب حاجة شغالة، افرجه على فيديو موجود على الموبايل من العلامة دي، وبعدين شير سكرين، فهو بيبقى شايف الشاشة بتاعة الموبايل بتاعي. تمام. يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وكومنت كويس، وباي باي.